النهارده هنتكلم عن حرف النون في اللغة اليابانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم يكون لنا فقرة عن اللغة اليابانية عشان نفرق بين النطق الصح والنطق الغلط. خليني الأول أقول لكم إن في 6 حروف في الياباني ممكن يجوا لوحدهم، سواء في أول الكلمة أو في نص الكلمة أو في آخر الكلمة. من بين ال6 حروف دول 5 حروف متحركين وحرف واحد ساكن اللي هو النون. لكن حرف النون نطقه مختلف شوية في الياباني، وخاصة لما بيجي لوحده. لو جه بعد حرف متحرك بياخد نفس حركة الحرف اللي بعد، زي نا، ني، نو، ني، نو. اما لو جه لوحده فبينطق نم، يبدا بالنون وينتهي بقفل الشفايف زي حرف الميم. تعالوا كده نشوف مثال. هيان شودان، هنا قفلت بقي في اخر الحرف. هيان شودان. مثال تاني لكن ابسط شويه، لما اجي اعد هقول ايتشي ني سان، هنا قفلت بقي في اخر الحرف اللي هو النون فقلت سان. لو اخدنا مثال اخير في كلمة كونيتشوا بمعنى مرحبا، هنا شديت حرف النون وقلت ني عشان جه بعد حرف متحرك اللي هو برضو الاي فقلت كونيتشوا. لكن لما اجي اقول لحد مرحبا في المساء هقول له كونبانوا. زي ما احنا شايفين قلنا كون وقفلت بقي قلت كونبانوا. بكده نكون انتهينا. اشوفكم المرة الجاية في درس جديد.